فالسلوك أولا لابد أن يتلقى من القلوب، هذه الفائدة الأولى. لمن أراد أن يسلك بحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحث عن أحباب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجالس أحباب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعلم منهم الحب. قلنا في بعض الحكم إذا كان العلم يؤخذ من عند العلماء فالحب يؤخذ من عند الأميين، يؤخذ من عند المحبين. فرب إنسان بسيط جدا في هيئته، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. علاه مدفوع عند الأبواب؟ ما عنده لسان باش يتكلم وله، ولكن في قلبه لا، قلبه حضرة تسري. ورب مشهور ببركة مستور، الدين يسري يعني ظاهر، والقرآن الكريم والأحكام ولكن من يحفظ علينا هذه المعاني قد نجد ذاك الدرويش، ذاك الإنسان البسيط، ولكن قلبه عامر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالحب مدرسته من أين أخذ يا سيدنا؟ من عند أحباب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين سلكوا بالحب حتى وصلوا، وأبدلهم المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم حبا بحب، فصاروا دخلوا في دائرة المحبوبية بعد أن كانوا محبين. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، فالنوافل الأولى في حضرة سيدنا رسول الله تكون ماذا؟ الإيمان عنده نوافله، الحب عنده نوافله، الصلاة عليه منها الواجب ومنها النافلة. فكلما أكثر ونفل وقضى يومه متعلقا بحضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أحبه. الآن يحبك هو، فإذا أحبك ماذا يجري يا سيدي؟ كان سمعك الذي تسمع به وبصرك الذي، المهم تكون محمديا في الأقوال والأفعال والأحوال، تكون دالا عليه. آنذاك نبحث عن هذه الشخصية المظهرية المحمدية لنأخذ منه، لنغترف منه، مش حينما يصل إلى ذاك المقام نرميه بالزندقة والابتداع لا، نستفيد منه، لأنه لا بد تلك الأوراد ترجع عليه بواردات.